يا راكبا في رحلة الحياة لا تظن أنها قصيرة مذهلة، فكم من راكب أراد وجهة لينتهي به. الحد 10/5/2026. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد وفلوج جديد بإذن الله تحبوه. هاخدكم معايا النهاردة بإذن الله في يوم من يوميات المراجعة. عندي شعور ان مش انا لوحدي بس اللي مديه لنفسي اجازة من بعد امتحانات الشهر، فحسيت كل ما اسال حد يقول ان هو كمان مدي لنفسه اجازة. بناء على ايه؟ بس هو بناء ان احنا دماغنا فصلت خلاص. يوم النهارده ابتدى من الساعة 8 اجباري مش اختياري، علشان كان عندي النهارده درس انجليزي الساعة 10 على اخر يونت، وباذن الله باخر يونت ديت اكون انهيت مراجعة الانجليزي في الدرس مع المستر الحمد لله. فالنهارده قمت الساعة 8 علشان الحق اراجع للامتحان اللي ورايا. وكذا حد منكم كان طلب مني ان انا اصور فيديو من ايام المراجعه، فعلشان برضو حسيت ان انتوا كمان مكسلين فبتقولوا يعني، وانا كمان مكسله شبه ما قلت لكم على المنتدى. فحسيت ان انا كمان لو صورت هحس ان انا محتاجه انجز حاجات اكتر، بحيث التصوير ممكن يشجعني ان انا اعمل حاجه علشان اوصل لكم شغل الانجاز ده. فرب تستفادوا وتطلعوا باي طاقه ايجابيه من الفيديو. وقبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتعالوا معايا بقى في الفلوج. صح، يا النهارده انا مش مخططه ان انا هعمل اي حاجه، بس اللي انا عارفاه ان النهارده خلاص لازم ابتدي مراجعه، لان امتحاناتي هتبقى الاسبوع الجاي يعتبر. فكل اللي انا كنت عارفاه ان انا عندي درس انجليزي وهمتحن على وحده فيه، فقمت بدري بس علشان احاول الحق اذاكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا بنا على رسول الله عليه أفضل وأزكى سلام. هي الحياة لعبة قانونها الفوز ليس بالوصول أولا، بل بالوقوع، والوقوع فرصة للحلم أن يقيس العزم سائلا استسلما أم أكملا. الساعه دلوقتي 1:30 وانا لسه راجعه من درس الانجليزي، لسه لحد دلوقتي ما فطرتش. فدلوقتي اول حاجه اروح اعملها ان انا هعمل فطار واجيلكم. Just kind of cleaning my room videos and the annual kind of thing. Yeah, guys, I السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ورجعت لكم من وقت تاني في اليوم، بس انا دلوقتي مش جايه لكم وانا ايدي فاضيه، جايبه لكم معايا اكيد حاجه في الحياه. المج السكر ده وصلني امبارح من بيج ليان ستور على الانستجرام. هسيب لكم البيج بتاعها، امبارح بعتتهولي بجد تحفه وذوقها تحفه ما شاء الله.
ودلوقتي يلا بينا انبوكسنج للهديه. السكر دي وصلت من امبارح، قلت لازم افتحها معاكم علشان بجد نشوف السكر ده مع بعض. الهديه دي وصلتني من بيج ليان ستور على انستجرام، باذن الله هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. ليان ستور هي بيج على انستجرام بتبيع مجات شكلها تحفه، تحسوها طالعه من بنترست فوري. يعني الهديه وصلتني يعني متغلفه من بره ومن جوه بحيث انه يكون اكتر سبيل امان. كمان بقى في الموضوع هي الهديه السكر اللي جات لي معاها. الهديه دي كمان مش بس مخصوص لي انا، دي موجوده لاي حد بيطلب مج بيتبعت له معاها هديه. ما شاء الله. ده بجد كان رد فعل على المج لان انا ما كنتش شفته قبل كده، وبجد عجبني جدا واظن رد فعل مبين. تحفه. عندي احساس ان الاسدال ده هيبقى رفيقنا في الفيديوهات القادمه في الصيف كلها باذن الله. اكتر حاجه ما بحبهاش في الصيف ان انا ببقى مضطره ان انا اقوم البس حاجه هودي او اي حاجه علشان تبقى بكم، بس حاسه الاسدال ده بقى هيبقى حلو، فما ما تستغربوش كل يوم هتلاقيني لابسه لكم بقى. فيديو النهارده هيكون زي ما انتم طلبتم، يعني هاخدكم معايا في يوم من ايام الاجازه. خلاص احنا خلاص امتحانات الشهر، نزلت لكم فلوجة قمر بجد، يعني فايته اللي مش شايفه هحطها لكم فوق او هسيبها لكم في الديسكريبشن، وروحوا شوفوها واتفرجوا عليها، وبعدين تعالوا كملوا الاحداث معانا هنا في ايام المراجعه. بما ان خلصنا امتحانات الشهر واحنا اصلا امتحانات الشهر التاني، وبعدين فرق اسبوع، وبعدين الاسبوع الجديد بقى هيكون بنمتحن. يعني خلاص يوم الاحد الجاي السبت الجاي امتحانات بالنسبه لي، هيبقى عندي عربي وهكذا بقى الاسبوع كله امتحانات. فهو فرق الاسبوع ده بس المراجعه. وحرفيا انا ما راجعتش قبل كده اي ماده، بس كنا مثلا في الامتحانات خلاص اللي هو راجع على الباب اللي عليه امتحان وخلاص، فما راجعتش اي حاجه. فالاسبوع ده بقى النهارده الحد، فالاسبوع ده بقى ان شاء الله ناويه ان هو يكون يعني كله مراجعه على المنهج. هو احنا الحمد لله النهارده كان اخر حصه في مراجعه الانجليزي، شبه ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. اللي مش فاهم هو ان احنا في الانجليزي بيبقوا 6 حصص 6 مراجعات، كل حصه لها يونت وبنمتحن عليه، بنحل ونمتحن عليه. فاحنا الحمد لله النهارده كان يونت 12 فخلصنا منهج الانجليزي خلاص. فكده بقى المواد اللي انا براجعها اصلا انجليزي عربي كيمياء فيزياء، فالانجليزي تم الحمد لله. العربي برضو يعني حاسه ان انا ممكن اسمع النحو من مستر محمد صلاح وخلاص، حاسه انه يعني امره اسهل من الفيزياء والكيمياء. فبس باقي الفيزياء والكيمياء المستر منزل مراجعات اصلا بقاله كتير، مستر خالد ومستر عبد المعبود منزلين مراجعات انا اللي متفرجتش عليها لاسباب ما. فهو بقى النهارده يعني ان شاء الله ناوي ان انا ابدا مراجعات الفيزياء. فبس عايزه اتكلم معاكم شويه، احنا خلاص بدانا فتره المراجعه هي كلها اسبوع والحوار ده كله يخلص. انا بالنسبه لي واحده من الناس اللي هو اول ما خلصت امتحانات الشهر وعملنا فعاليات مع زمايلي وكده في الفيديو شبه ما وريت لكم، خلاص حاسه ان انا طلعت دماغي اصلا من السيستم ان هو انا كده خدت الاجازه. فانا بجد دايما اخر اسبوع ده هو اللي بيضيعني، لان ما بحبش المراجعه، بحس ان انا خلاص بقى يعني جبت اخري. فلا عايزه اقول لكم ان الاسبوع ده ما تضيعوش، هو خلاص اسبوع واحد كل حاجه تخلص، فما تضيعوش لان الاعمال بالخواتيم. فلو ما رجعناش كويس دلوقتي يعني هنضيع كل مجهودنا طول السنه. فتعالوا على نفسكم وحاولوا تراجعوا، حلوا اسئله، يعني مش شرط تقعدوا تجيبوا المنهج وكده، حلوا اسئله بس، حلوا وخلاص. اي حاجه واقعه منكم حلوا عليها كتير وهتعرفوا نقط ضعفكم فيها وهتجيبوها باذن الله. فبس باذن الله دلوقتي انا هبدا اراجع اي جزء اقدر عليه باذن الله في الفيزياء، هبدا واحده واحده باذن الله وبس.